آثار ومنحوتات تروي تاريخ الحضارات التي مرت على المنطقة. قرية قلقوم شاهدة على تغيرات تاريخية كثيرة. هي إحدى القرى التركمانية السورية الواقعة في شمال سوريا والمحاذية للحدود التركية على مبعدة 80 كيلومتراً عن محافظة حلب. تتبع للمجلس المحلي في مدينة الراعي، حيث يقطنها السوريون التركمان منذ مئات السنين، ويقدر عددهم ب3000 نسمة. أما عن معنى اسم قلقوم فقيل أنه قد حرف عن كلمة قلخم، والتي تعني في اللغة العربية النهوض أو النهضة، وهناك من يرى أن كلمة قلقوم مأخوذة من بوق إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ للنهوض من أجل يوم القيامة. يرجع تاريخ هذه القرية إلى عصور ما قبل التاريخ، أي الألف الثاني قبل الميلاد، والتي شهدت حضارات مختلفة منها الحثية والآرامية والآشورية والرومانية والبيزنطية والإسلامية. إذا ما قمنا بجولة في أرجاء القرية نجد في الشمال الشرقي مقلعاً ضخماً يحوي آثاراً لورشة تصنيع تماثيل يعود تاريخها إلى فترة الحضارة الحثية، أي ما يقارب 800 عام قبل الميلاد. كما يوجد أيضاً في المقلع تماثيل بشرية وحيوانية مصنوعة من حجر البازلت البركاني. تمتاز كثير من هذه التماثيل بتصميمها المشابه إلى حد كبير بأسود الحراسة أو الأسود المجنحة، بالإضافة إلى نقوش إله الجبل التي تمثل جبال أمانوس. ويعتبر هذا المحجر مدرسة نحت لا مثيل لها في العالم، حيث يمكن مشاهدة المراحل من قطع الأحجار إلى إعداد وإنجاز المنحوتات بأمثلة واحدة تلو الأخرى. وسنوات الحرب الطويلة كل هذا قد أدى إلى تخريب معظم التماثيل. أما الجزء الشمالي الشرقي من القرية فيحوي بقايا قرية قديمة تجد فيها بقايا بيوت سكنية وأرضيات فسيفسائية موزاييك، كما يوجد في القرية مغارات ترجع إلى العصر الروماني قد استعملت للدفن. هون في عندنا غابر صار فوق 400 سنة. بالوقت قبل شيء 25 سنة اجى مهندس روماني ما احسن قرا. هذا غابر موجود حاليا. طيب هون القرية حجي مثلا على شو بتعتمد؟ على شو بتعتمد القرية؟ بعمر هذا بهين بس على الزراعة وزيتونات هذا. أنا جدنا هو صار له أكثر من 200 سنة متوفي، ولسه في عنده أب، في عنده جد، في عنده شيء. يعني هذا جدنا صار له بالهجري تاريخ هجري صار له فوق 200 سنة متوفي، وبنعرف نسمع أبوه ونسمع جده. يعني الدكتور صار تقريبا شيء 400 سنة. كما نجد بئراً رومانياً قديماً يسمى ببئر الأسود، والذي كان يروي أهل القرية منذ مئات السنين. في وقتنا الحاضر يعمل معظم سكان قرية النهضة بالزراعة، لأن أراضيها صالحة للزراعة البعلية مثل القمح والشعير والعدس والكمون والزيتون والفستق الحلبي، وكما يعملون في مجال صناعة الأحذية. كاميرا الفرات رافقتكم اليوم في جولة في أرجاء القرية بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.